قبل أن نبدأ هذا اللقاء شاهدنا مع الإخوة والأخوات تقريرا عن رحيل آخر جيل العمالقة فضيلة الشيخ القارئ أبو عينين شعاشع رحمه الله. والفجر حضرت الجنازة وصورت هذه الجنازة وشيعته، وحضرت العزاء، ومع الأسف كان الحضور والتغطية الإعلامية لا تليق بهذا القارئ. ليكن أول سؤال لفضيلة المرشح لرئاسة الجمهورية: لو حصل مثل هذا الحدث وأنت رئيس لجمهورية مصر، كيف سيكون تكريم أمثال هؤلاء العمالقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في يوم من الأيام شيخ الأزهر ذهب في زيارة إلى إحدى الدول الكبيرة في آسيا، وفوجئ الناس بغير ترتيب سابق أن رئيس الدولة بنفسه هو الذي ذهب في المطار وأسفل سلم الطائرة يستقبل شيخ الأزهر. وكان في هذا غاية الإجلال لمقام شيخ الأزهر الرفيع، وبالتالي تلقائيا استتبع أن الدولة كلها كانت تكرم هذه الشخصية الرفيعة. لو أننا تعودنا في بلادنا أن نكرم أهل القرآن وأهل العلم وأن نعطيهم قدرهم، تلقائيا ستجد أن الناس جميعا ستسير في هذا الصدد. نقول إن شاء الله أنه في عهدكم سيكرم أهل العلم وأهل القرآن. أسأل الله ونشوف أن الرئيس يجعلنا من الصادقين يا رب. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. أسأل الله أن يكرمنا بألا نفقد أن نجلس تحت أقدام أهل العلم نتعلم منهم العلم، وهذا مواضع الشرف.